هي للهدف اللي قبله الترجي ضد صن داونز في لقاء الذهاب في بروتوريا. نبداو العملية بلوكاس ريبيرو اللي باش نحطوا عليه الدايرة. هذا لوكاس ريبيرو، شوف يعني واقف بكل هدوء من غير حتى بريس. لهنا نشوفوا معاه البليلي، ولكن البليلي مش عامل عليه حتى ضغط. هيك علاش كان يعمل في الفيزيون متاعو ويستنى في اللاعب هذا باش يطلع، باش يعطيه الكرة في ظهر المدافعين، وهذه متدربين عليها اللاعبين متاع سان داونز. نجيو توا للاعب مكوانا اللي في الوضعية هذه كان ينجم يستبق الكرة، كان ينجم يضغط اولا مع البلايلي باش ما يخليش لوكاس ريبيرو يلعب السنتراج في ظهر المدافعين، او كان يستبقوا تقريبا للمنطقة هذه ويفتك منه الكرة او يضغط عليه، اقل شيء يضغط عليه باش ما يلعبش السنتر. نجيو توا للاعب القنيشي اللي القنيشي وقبيلو الزوز باش نحكي عليهم اللي هما مال بوزيسيوني. لهنا القنيشي المفروض بلاستيك قدام الديفونس، وكذلك أقبلوا لي دو ميليو دوفونسيف لومبلاسمون متاعهم غلط الزوز. ولكن أقبلوا كان فاق بالعملية وكان باش يحاول يسكر على السنتراج، ولكن مخر برشا وكانت الكرة سريعة لعبت في ظهر الدفاع. كما قلنا خلي العملية تتواصل، نفسخوا كل شيء نخليه العملية تتواصل ومن بعد نكمل. هذه لهنا تقريبا باش نقف لهنا، ثم خليها شوية بركة لهنا بالضبط. حب نحكي لهنا على اللاعب بوشنيبة. شوفوا معي كيفاش يتبع الكرة بعينيه، فاش يعمل بوشنيبة. خلينا نحط عليه نقاط استفهام كبيرة. فاش يعمل بوشنيبة؟ المفروض بوشنيبة هو اللي كان يعمل المركاج على اللاعب هذا، وكان يقرأ اللاعب وكان يسكر على اللاعب هذا. ثم اللاعب الثاني شوف معايا إجلاسي، يعني لهنا وصل تمركز شالوا لي. لحظة نفسخوا الدورة هذيا ونرجعوا لهنا. شالوا لي كما تشوفوا فيه تمركز وخذا البوزيسيون متاعو، واللاعب اللي تشوفوا فيه هو إجلاسي كان المفروض يقرأ اللعب ويستبق، ولو أنه كان لازم المفروض يكون عامل المركاج من الجهة هذه ويكون عاطي بوجهه للمرمى باش يسكر يعمل البلوك. نكملوا نواصلوا العملية، وكما قلنا اللي سبب فيها بوشنيبة مش عامل مركاج، وكذلك جلاسي زاد مال بوزيسيوني، والليني كاملة تقريبا الديفونسيف الكلها مال بوزيسيوني. فسخوا هذا الكل ونواصلوا العملية لهنا بالضبط. نحاولوا لهنا كما قلنا اللاعب إجلاسي لهنا اللي كان هو يسكر على شالوا لي. نكملوا نواصلوا باش نشوفوا الدور متاع الجارديان لهنا بالضبط. الجارديان في هذه بالضبط نفسخوا كل شيء ونحكيو على الجارديان بشير بن سعيد. بشير بن سعيد لو كان في اللقطة هذه يقرأ اللعب خير من اللي واقف، كان قدم وسكر على المهاجم وسكر على اللونجل متاعو، كان ينجم يمنع الهدف. نواصلوا العملية. يعني الصراحة قبلنا هدف بيتمون على الاخر، مال بوزيسيونمون في وسط الميدان، كذلك في الدفاع مال بوزيسيوني، كذلك ما فماش قراءة متاع لعب واضحة. قبلنا فيها هدف كلفنا الخروج من الشامبيونز ليج.